ليه اغلب انظمه الجوده بتفشل؟ شركات كتير عندها اجراءات وتشيك ليستس وتقارير وحتى شهادات ايزو، لكن بالرغم من كده الاخطاء لسه بتتكرر. وهنا في سؤال: ليه انظمه الجوده بتفشل رغم ان كل حاجه موجوده؟ المشكله غالبا ما بتكونش في الاوراق. المشكله ان النظام بيتحول لثلاث حاجات: ورق بيتكتب، وتقارير بتتعمل، وتوقيعات بتتوقع. لكن الجوده الحقيقيه مش كده. الجوده الحقيقيه انك تبني نظام بيمنع الخطأ من البدايه، مش نظام يكتشف الخطأ بعد ما يحصل. لو انت احمد وعايز نظام الجودة ينجح فعلا في شركتك، ركز على ثلاث حاجات. اول حاجة: افهم المشكلة من ارض الواقع. انزل مكان الشغل وشوف الخطأ بيحصل فين وليه بيحصل، مش كل حاجة تتحل من المكتب. تاني حاجة: ابني نظام بيمنع الخطأ زي تشيك ليستس او كواليتي جيتس او اجراءات واضحة، وكل دي ادوات هدفها واحد: منع الخطأ قبل ما يحصل. تالت حاجة: خلي الجودة تخدم الشغل. يعني لو النظام بيعطل الشغل الناس هتكرهه، لكن لو ساعدهم يشتغلوا أسهل ويقلل الأخطاء هيبدأوا يلتزموا بيه. لازم تعرف إن الجودة مش وظيفة، الجودة طريقة تفكير هدفها إن المنتج يطلع مطابق للمواصفات في أفضل صورة من أول مرة. وكل مرة لايك وفولو. أنا محمود سمير بتكلم في إدارة الجودة.